معظمنا سمع عن قصة مجنون ليلى وعن حالته لما ماتت، بس اللي عمله الراجل ده فوق الوصف. الحكاية ابتدت في ألمانيا سنة 1877 لما اتولد بطل الحكاية كارل تانزلر، اللي من سن المراهقة وهو ملازمه حلم في واحدة قريبته بترسم له صورة لبنت جميلة وبتقوله إن هي دي حب حياته، وفضل يدور عليها من وقتها لدرجة إنه رفض يتجوز لحد سن 43. كان يئس إنه يلاقي البنت اللي بتترسم له في الحلم، فاتجوز زميلته الألمانية سنة 1920 وخلف منها بنتين، وطنش الحلم بس ما نسيهوش. وبعدها يهاجر هو وعيلته لأمريكا ويشتغل دكتور في مستشفى في فلوريدا، وتفوت السنين لحد ما يوصل لسن 53 سنة وتحصل المعجزة. وفي يوم من أيام شغله في المستشفى تدخل عليه شابة أصلها من كوبا عندها 21 سنة اسمها ماريا إلينا ميلاجرو، وكانت البنت نسخة من اللي بيشوفها مرسومة في حلمه، بس للأسف حالتها اتشخصت بمرض السل اللي كان في الوقت ده صعب جدا إنه يتعالج. ومع ذلك ما استسلمش كارل، بقى يجرب عليها أدوية ويجيب لها في هدايا عشان يحسسها بس بحبه ليها، بس للأسف كل ده منفعش وتوفت ماريا سنة 1931. وأصر كارل إن هو اللي اشتري لها المقبرة ويتكفل بكل الإجراءات، وفضل لمدة سنتين يزور قبرها ويبات جنبه لحد ما فجأة اختفى وما بقاش يزورها ولا يزور بيت أهلها. وده لأنه طلع جثة ماريا من تربتها وخدها معاه لبيته اللي أجره بعيد عن ولاده ومراته، وحاول إنه يعمل للجثة نوع من الترميم. حشى جسمها بقماش وعمل لوشها ماسك بعيون إزاز وركب لجمجمتها باروكة، وكمان لبس لها هدوم بعد ما فرد عظم كتافها بشماعات، وفضل يرش لها برفانات طول الوقت عشان يقدر يحد من الريحة. المهم انه قدر يحافظ على اللي فاضل منها لمدة 7 سنين، وكان بيتعامل فيهم معاها كأنها مراته بالظبط، لحد ما في يوم توفت واحدة من عيلة ماريا وفتحوا المقبرة اللي لقوها منبوشة ومفيش أي أثر لجثة ماريا. وده اللي خلى أخت ماريا تبلغ وتتهم كارل، خصوصا انه كان الغريب الوحيد اللي معاه نسخة من مفتاح المقبرة، واللي أكد صحة بلاغ أخت ماريا شهادة جيرانه اللي قالوا انهم بيشوفوه كأنه بيرقص مع واحدة وعمرهم ما شافوها خارجة معاه بره البيت.